زياده مكافاه بطل الدوري المصري. الاول ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم باذن الله. ودي طبعا الفقره الاخباريه اليوميه اللي بنقدمها. صرح طبعا احمد دياب رئيس رابطه الانديه ان الدوري المصري خلال الاسابيع اللي جايه هنزود المكافآت بتاعته، وده طبعا بناء على الانتقادات الكتيره اللي قابلت الاتحاد المصري والرابطه في ان جوائز كاس الرابطه المصريه بيبقى اكتر من بطل الدوري. يعني كاس الرابطه بياخد جوائز اكبر بكتير من بطل الدوري. فهو قال ان احنا بندرس الموضوع ده، وخلال الاسبوع ان شاء الله هنقدر ان احنا نزود المكافآت بتاعه بطل الدوري. وقال كمان ان شاء الله هيكون في تنسيق بين نادي بيراميدز ومنتخب مصر ان شاء الله بعد كاس السوبر المصري اللي بيتلعب في الامارات، علشان خاطر نقدر ان احنا الفتره بتاعه توقف الدوري في ديسمبر وبطوله افريقيا ما تاثرش طبعا على فريق بيراميدز، لان بيمثل مصر في كاس الانتركونتيننتال، وبرده ما ناثرش على منتخب مصر. نادي الزمالك اعلن ان هو ضم 2 برتغاليين في الجهاز الفني بتاعه قبل طبعا ما يروح كاس السوبر المصري. واحد مدرب حراس مرمى وكان بيشتغل في نادي الهلال السعودي، وواحد مدرب احمد. وده طبعا عشان نادي الزمالك حاول ان هو يجيب مدير فني جديد وما قدرش، فعلى الاقل يدعم الجهاز الفني بتاعه قبل كاس السوبر اللي طبعا نادي الزمالك بيطمح ان هو يفوز بيه ويصالح جماهيره بعد المشاكل طبعا الكبيره اللي حاصله في النادي. سباليتي في اول مباراه ليه مع اليوفنتوس في اوروبا في دوري ابطال اوروبا اتعادل، وطلع في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه وقال ان انا بؤمن بقوه الفريق وان اللي جاي هيكون افضل ويعني كان احنا افضل وممكن نفوز وكده، لكن يعني زي ما بيقولوا الدنيا ما مشيتش معاه افضل حاجه. جوارديولا برضو يا جماعه طلع وقال ان طبعا عنده ضغط مباريات كبير جدا الموسم ده، وفي ماتش الدوري اللي فات اللعيبه عملت مجهود كبير واديتهم يوم راحه زياده، وانا بقيت عايز او بقيت بكره جدول المباريات من كتر الضغط اللي موجود. وقال ان اتسال طب هو ده مش اعداد كويس للعيبه يعني عشان ضغط المباريات ده ما يبقاش ضغط عليهم؟ قال هي الفكره كلها ان هو كان عنده اصابات كتيره جدا الموسم اللي فات، مش قصه بس ان هو ما كانش في استعدادات كويسه للموسم الجديد. وبكده يا جماعه نكون وصلنا ليلتنا النهارده، وان شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم باذن الله.